السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيلم جديد. فيلمنا اليوم هو قصة حقيقية للهروب من السجن وقعت في الأراضي الصربية. سميت الفيلم The Way Back أو طريق الرجوع. وقبل ما نبداو فيلمنا ما تنساش تجي ابوني وشي كومونتير زوين. كيبدا فيلمنا مع هذا الراجل اللي سميتو يانوش، جالس في هذه الغرفة كيستجوب فيها الضابط وعطاه هذه الورقة باش يوقع فيها، ولكن يانوش ما بغاش. ثم الضابط قال الحراس يدخلوا الشاهدة، وملي دخلوها سولها الضابط واش انت كتعرفي هذا الراجل؟ قالت لهم وقالت لهم سميو الكنيه ديالو يانوش ويزيسكيرز، وسولها على العلاقه اللي كتجمع بيناتهم. بدات كتبكي وقالت ليه باللي راه هي مراته. ومن بعد سول يانوش واش بصح هاد السيده هي مراتك؟ يانوش قال لي وهنا الضابط رجع سول المراه شنو بغيتي تقولي لنا على المتهم؟ قالت لهم اللي عرفت من هضرته معايا بانه باغي يدير واحد انقلاب على الحزب، خصوصا على قائد الحزب السوفيتي ستالين. هنا يانوش شاف مراته وقال لها اشنو داروا ليك باش خلاوك تقولي هاد الهضره؟ وهنا الضابط غادي يسول يانوش بكل ثقه في النفس، غيقول لي اش بان لك دابا في هاد الهضره؟ يانوش بدا كيدور في راسو باللي هاد الهضره ما منها والو. وعاود الضابط سول المراه ديالو وقال لها شنو كتعرفي عليه مازال؟ قالت لي اللي عارف عليه هو انه جاسوس عند الاعداء. من بعد دخلوا ليانوش لواحد المعتقل كاين في سيبيريا سنه 1940. غادي يكون تما هاد مأمور السجن اللي غادي يقول لهم نتوما دابا راكم معتقلين هنا للابد في اكفى السجن كاين في العالم، وهاد السجن تا هو كامل كاين في اكفى بلاصه كاينه في العالم. المناخ صعب والطبيعه قاسيه تما بزاف. من بعد هاد الهضره داوه صلعوا ليه باش ياخذ واحد المنطقه محشره اللي كيضربوا عليها كاع المساجين باش ياخذوها، وهما شادين الصف باش ياخذوا الماكله ديالهم في واحد الجو اللي بارد بزاف تحت الصفر، كاين الثلج والقس بزاف. واحد من دوك المساجين كبير في العمر غادي يطيح، غادي يجي هاد السيد اللي سميتو غادي ياكل ليه ماكلته. هنا غيتدخل يانوش وغيقول لي هادشي راه ما مزيانش وقسم معاه الماكله ديالو. وهنا سميت غادي يقول ليانوش حتى انا راني كبير في العمر، ولكن الفرق بيني وبين هاد الشيباني هو انه غدا انا نكون باقي مازال عايش وهو غادي يكون مات من الجوع. وما تبقاش دير فيها ظريف مع هاد الناس اللي هنا كاملين، حيت اي واحد هنا جاتو الفرصه غادي يقتلك وما يعقلش عليك. هنا سميت خلى يانوش وش طريقه. هنا غادي يجي عنده كابروف وغادي يقول لي ما ديرش بالك هذا راه واحد امريكي. يانوش تما جاتو عجب هو يسولو كيفاش امريكي وكاين هنايا. هنا كابروف شرح ليه باللي ستالين كيكره اي واحد بولندي واي واحد اجنبي، وسولو واش حتى انت بولندي فحالي؟ جاوبو يانوش حتى انا بولندي. وسول يانوش على التهمه اللي عطاوها ليه، قال لي يانوش باللي تهموني انا جاسوس وعطاوني 20 عام. كابروف قال لي يانوش باللي حتى هو تهموه بالتخريب وعطاوه 10 سنين، وباللي سبب هادشي كامل غير واحد دور مثلته، حيت انا مثل دور ديال واحد من الطبقه البرجوازيه. تما اتهموني باللي كنهين ديك الطبقه وحكموا عليا بالحبس 10 سنين. وسط من الحبس كابروف غادي يوري ليانوش واحد المجموعه ديال المجرمين كيلعبوا في القمر، غادي يقول لي رد معاهم البال هذوك راه مجموعه ديال المجرمين والقتاله، والقائد ديالهم هو هذاك سميتو فولكا. وقال لي باللي الحراس كيتعاملوا معاهم مزيان حيت هما كانوا كيشفروا من الاغنياء، ماشي فحالنا حنا مساجين السياسه ما كيتعاملوش معنا الحراس. هنا يانوش غادي يسول كابروف واش ما عمركم فكرتوا تهربوا من هاد البلاصه هنايا؟ كابروف قال لي اسكت، ما عمرك باغي تقول هاد الهضره لشي واحد، راه كاين هنا بزاف ديال الجواسيس لستالين، ولا سمعوا قلتي هاد الهضره غادي يوصلوها ليه وما حاجه تبقى حي حتى سيمانه. يانوش هو يقول لي على انت بالسلامه شحال ضارب هنا؟ كابروف قال لي تقريبا دابا عام. وهنا فولكا غادي يقول لواحد من دوك المساجين يعطيه المونطو ديالو، ما بغاش يعطيه المونطو ديالو. فولكا حرج عليه الاتباع ديالو باش يضربوه وياخذوا عليه صحه، وعطاه لهاد الراجل اللي كان لاعب مع القمر على قبل الكارو. الغد الليل المساجين غيكونوا في واحد البلايصه قريبه من الحبس وكيقطعوا في الاشجار. يانوش غادي يبقى يشوف تما لابانت لي شي طريق منين يقدر يهرب. في الليل كابروف جا عند يانوش وقال لي باللي فكر في الهضره ديال الهروب، وباللي راه من زمان هو كدور ليه الفكره في راسو وكان خاصو غير اللي يزعمو، وباللي عنده واحد ولد عمو برا غادي يعاونو مع الهروب، واول حاجه خاصنا نديروها هي نقطعوا السلوكه. يانوش قال لي اي يا سيدي، ومن بعد حنا فين غادي نمشيو؟ راه سوا مشينا في الغرب ولا الشرق ولا الشمال غادي نتلاقاو مع الجنود السوفيات. كابروف قال لي خاصنا نبعدو 500 كيلومتر شمال بحيره باكيل، ورسم لي واحد الخريطه وراه داكشي. يانوش تما تزرب وقال لي يلا نمشيو دابا، ولكن كابروف قال لي لا، راه خاصنا نجمعوا الماكله اللي تقدنا، راه الطريق للحدود بعيده بزاف. وهنا كابروف بدا كيطبق في الخطه ديالو كيجمع اكبر كميه ديال الاكل ويخبيها. الغد ليه الحراس داو المساجين باش يخدموا، ولكن كانت واحد العاصفه ثلجيه قويه بزاف لدرجه ان المساجين بداو كيطيحوا. هنا سميت قال الحارس باللي لا بقينا هنا غنموتوا كاملين وخلينا نمشيو نخدموا في الغابه راه احسن لينا من هنا، ولكن الحارس ما بغاش وغير عطى بظهرو لسميت شد طريقو جهه الغابه. بداو كيغوتوا عليه ويهدوا فيه الا ما رجعش غادي يقتلوه، ولكن سميت ما تخلعش وكمل طريقو للغابه. وهنا الحارس قال للمساجين الاخرين حتى هما يمشيو جهه
جهه الغابه. دخلوا للغابه وصيبوا واحد الخيمه صغيره بواحد المنطقه كانت معاهم باش تحميهم من هذه العاصفه الثلجيه. ملي رجعوا للحبس الحارس داهم يخدموا في المنجم عقاب ليهم، حيت المنجم فيه الخدمه صعيبه بزاف لدرجه ان يانوش بداو كيبانوا ليه شي هلوسات، وتخيل لي باللي دارو قدامه غادي داخل ليها، ولكن مني وصل تما بان ليه غير واحد من الجنود هاز عليه البندقيه ديالو باغي يتيري فيه. هنا جرو سميتو قال لي واش تتسطيتي؟ يانوش شاف فيه وقال لي انا ما بقيتش غادي نصبر، خاصني نخرج من هنا باي طريقه. سميت قال لي انت كي غدير تخرج من هنا؟ يانوش قال سميت باللي كابروف عنده خطه وباللي غادي نهربوا بها. سميت قال لي باللي كابروف غير كذاب، وباللي اي سجين جديد كيقول لي على خطه الهروب ديالو وما عمره هرب مع شي واحد، غيعطيها غير الكذوب. ولكن الا كنتي نيت ناوي تهرب حتى انا راه باغي نهرب غادي نمشي معاكم. وفي الليله اللي كيخطوا فيها الهروب جا فولكا لعند يانيش وقال لي انا راه عارفكم شنو باغيين ديروا، عارف الخطه ديالكم وراني غادي نمشي معاكم حيت هذا الخنجر ديالي يقدر يعاونكم في الطريق. من بعد خسروا مولي الكهرباء وقطعوا الضوء على داك الحبس كامل وهربوا. تبعوهم الحراس ولكن كانت واحد العاصفه ثلجيه ومن ظهرهم ما قدروش يشدوهم. وهنا يانوش بدا كيعاون صحابو باش يكملوا جري، وقال لهم بلي هذا الجو مثالي وما يقدروش كلاب يشدونا فيه. واحد من اللي معاه قال لي راه ما كنقدروش نشوفوا بسبب الثلج. خدا الموس من عند فولكا وصايب لهم اقنعه من لحاء الشجر. الغد لي ملي سالات هاد العاصفه جبد كل واحد معاهم داك الشيء ديال الماكله اللي جايب معاه، وقرروا باش يتشاركوا ديك الماكله اللي عندهم كاملين. وسولوا يانوش شحال ديال الطريق ضربوا، قال لهم تقريبا شي 20 كيلومتر. ومن بعد ناضوا يكملوا طريقهم ولكن كانت صعيبه بزاف حيت فيها الثلج. ومن بعد ما طلعت الشمس يانوش قدر يحدد مكان بحيره باكي اللي كاينه في الجنوب. ومن بعد شدوا طريقهم ليها. واحد من دوك اللي معاه سولو شحال ديال الطريق عندنا، قال ليه 3 سيمانات ولا 4 ديال الطريق. ومن بعد رسم لهم خريطه اللي فيها السكه الحديديه ومنغوليا، وقال لهم باللي راه غيهرب هو من منغوليا لامريكا. هنا كابروف قال لي باللي المسافه اللي قدامهم باقا طويله بزاف والماكله اللي معانا سويتي تكمل لنا حتى سيمانه. وهنا جاتهم فكره بانهم يقدروا يصيدوا واي فيلاج جازوا منه ياخذوا منه الماكله، ولكن يانيش فكرهم باللي راهم مطلوبين واي واحد شافهم غادي يبلغ عليهم باش ياخذ الجائزه. وواحد منهم قال لي ما انا غنشفر شي حاجه في الليل وغنجيبها لكم. تما يانيش لاحظ باللي سميت كيمضي في واحد الحديده صغيره ومشى سولو علاش كيدير هكاك، قال لي راه كنمضي فيها باش نصيد بها الحوت. وهنا يانوش طلب منهم باش يجمعوا شويه الحطب وهو غادي يشعل العافيه باش يباتوا سخان بها. ومشى معاهم كازيك اللي عنده نقص في الفيتامين A وعنده جلاله على عينيه ما كتخليش يشوف مزيان الا في الصباح. وملي رجعوا كاملين الا كازيك ناضوا مشاو يقلبوا عليه. هو غادي يكون في هذيك الوقيته تالف في وسط من الغابه وما كيشوف حتى حاجه قدامه. كيتخيل ليه باللي واحد من صحابه جالس حداه وكيشوف في البلد ديالو. والغد ليه في الصباح غادي يلقاوه ميت من البرد لدرجه انه تجمد. دفنوه ومشاو من تما. من بعد بداو كيقلبوا على اي حاجه ياكلها لدرجه ان فولكا ولا كياكل الدود غير باش يعمي الجوع. وفي الليل غادي يلقاو الدياب مجموعين على واحد الحيوان ميت كياكلوا فيه. غادي يجروا على الدياب وغادي يبداو ياكلوا هما في داك الحيوان خضر من كثره الجوع اللي فيهم. الغد ليه في الصباح غيقول لهم يانوش باللي غيمشي بوحدو يقلب على هذيك البحيره، وباللي لا فاتت 15 يوم وما رجعش لعندهم كل يدير اللي بغى. شد الطريق وضرب واحد المسافه كبيره بزاف وعانى بزاف من الجوع والبرد لدرجه انه حتى هو بدا تبان ليه دوك الهلوسات وكيشوف دارو. ومن بعد رجع لعندهم وقتلوا العيا بزاف وقال لهم باللي راه قدر يلقى البحيره وباللي بعيد عليهم 3 ايام ديال الطريق على هذه البلاصه اللي هما كاينين فيها. ودوه نعسو وحد العافيه باش يسخن شويه. الغد ليه شدوا الطريق حتى وصلوا للبلاصه اللي قال لهم عليها يانيش. واحد شويه ولات كتبان لهم البحيره من بعيد. تما عرفوا باللي قربوا ليها بزاف. وفي طريقهم وسط من الغابه حسوا باللي شي واحد تابعهم. وسميت عرف البلاصه اللي فيها هذاك اللي تابعهم ووراها ليهم. هنا يانيش طلب من فولكا انه يمشي يجيبو ويشوف شكون اللي تابعهم. ملي وصل فولكا تما اكتشف بانها غير بنت سميتها إلينا وحتى هي هربانه في حالهم. وملي كان يانيش كيحاول يقنعهم باش تمشي معاهم ما بغاوش وقالوا لي باللي غادا تعطلنا بزاف في الطريق حتى الماكله راه ما بقى عندنا ما ناكلو. ولكن البنت بقات تابعاهم حتى وصلوا للبحيره وتما لقاو واحد الحيوان ضبي واحل. جبدوه وذبحوه. في هاد اللحظه مشى واحد منهم يجيب إلينا باش تاكل معاهم. ملي وصلت عندهم لقاتهم شاوينو وبدات كتاكل معاهم. الغد ليه فاقوا مع الصباح وغسلوا حوايجهم وحسنوا وجاههم وحلقوا على الحاله ودوشوا. ملي بغاو يقطعوا هذيك البحيره لقاو واحد الجزء منها متجمد، ولكن هذيك الطبقه الجليديه اللي فوق من ديك البحيره رقيقه وما غاداش تقدر تستحمل الوزن ديالهم. بداو يستعدوا باش يعوموا في ديك البحيره. وهنا سميت غادي يسول إلينا واش كتعرفي تعومي. إلينا جاوباتو باه. ومن بعد إلينا هي الاولى اللي قطعات بدات كتجري فوق ديك الطبقه الجليديه بسرعه وهكا قدرت تقطع ديك البحيره. تبعوها الرجال حتى هما داروا نفس الطريقه وقطعوا البحيره. وملي سولها سميت على القصه ديالها الفت لي قصه وبدات كتكذب عليه. تما سميت عاقبها وقال لها لا بغيتي تبقاي معنا حيدي منك الكذوب. من بعد وصلوا لواحد الفيلاج صغير. واحد منهم اقترح بانه يمشي يجيب لهم الماكله من هذه القريه، ولكن يانوش قال لهم باللي راه عندهم الكلاب ويمكن يبلغوا علينا وهكا غادي نتشدوا.
واحسن حل غادي نديرو هو نبعدو من هاد القريه، وبدلوا الطريق ولكن اكتشفوا بان فولكا ماشي معاهم وكاملين تخلعوا باللي غيقدر يتشد وهكا غادي يبرقق بيهم. ولكن من بعد جا عندهم وجاب معاه شي قنيات كان مصيدهم وجاب لهم واحد القرعه العصير. من بعد ما كلاو بدات إلينا كتعاود لهم على قصه الحقيقيه انها تربات في واحد دار الايتام وهربات منها. من بعد وصلوا للسكه الحديديه وتخباو حتى الليل باش حتى واحد ما يشوفهم. وملي كانوا غادي قاطعين الحدود الروسيه فولكا قرر انه يرجع. هنا يانيش ودعو قال لي تهلا في راسك وشد طريقهم مع الاخرين. وملي وصلوا لمنغوليا غادي يتصدموا حيت بقاو على البوابه ديالها شعار الشيوعيين. هنا قرروا انهم يبدلوا الخطه ديالهم وما يدخلوش لمنغوليا ويمشيو لشي دوله اخرى. وفي طريقهم لقاو واحد المعبد بوذي لقاوه كامل مدمر، وملي دخلوا ليه لقاو تما كاين الجماجم بشريه. ثم قرروا انهم يمشيو للهند بعد ما يقطعوا جبال الهيمالايا. وفي طريقهم غادي يتلاقاو مع 4 رجاله راكبين على الخيل ديالهم وغادي يسولوهم نتوما شكون؟ قالوا لهم حنا غير رحاله. وملي سولوهم على إلينا سميتها عنقه وقال لهم هذه راه بنتي. من بعد غادي يتلاقاو مع واحد الدرر صغير حتى هو راكب على واحد الحصان ديالو وغادي يعطيهم شويه الماء يشربوا. كملوا طريقهم وسط من الصحراء وضربوا واحد المسافه طويله بزاف وضرهم العطش بزاف. تما سميت غادي يشوف واحد البير من بعيد، ولكن يانيش قال لي هذاك غير سراب، ولكن سميت ما بغاش يسمع ليه ومشى غير بوحدو. ملي بان لهم غادي بوحدو تبعوه كاملين من وراه. ملي وصلوا تما لقاوه بصح بير وشربوا الماء. جلسوا يتسارحوا شويه، ولكن يانيش قال لهم خاصنا نتحركوا، حنا ما عندناش ماكلوا والجنود تابعينا، قد ما تعطلنا هنا ما غاديش نقدروا نكملوا طريقنا. الغد ليه مع الصباح خداو شويه الماء وشدوا طريقهم وسط من هاد الصحراء الكبيره. من كثره الحراره اثرت عليهم الشمس بزاف تما لدرجه ان إلينا مابقاش قادره تكمل معاهم الطريق. ملي طاحت إلينا جاو كيقلبوا ليها في رجليها لقاوهم كاملين منفوخات. هزا واحد منهم وكمل بها الطريق، ولكن إلينا ما قدرتش تكمل معاهم ماتت. ملي ماتت دفنوها وكملوا طريقهم. ولكن واحد اخر منهم حتى هو طرا ليه كيف ما طرا لإلينا ومات ودفنوه وكملوا طريقهم ثاني. وغادي يكون اثر عليهم الشمس والجوع والعطش بزاف، بالخصوص سميت اللي غادي يقول لهم صافي خلوني انا وكملوا نتومايا. يانيش قال لهذوك الجوج اللي معاه سيروا نتوما قدامنا ولا لقيتو شي ما رجعوا لعندنا. ملي تعطلوا عليهم ما رجعوش. وصل عليهم يانيش هو وسميت، كان غادي سميت متكي عليه. واحد فيهم الغد ليه كيبان ليه واحد ثعبان غادي قدامه، بقى غادي يتابعو حتى بانت ليه واحد البقعه فيها شويه الغيس وشويه الماء. غوت على صحابو ومشاو شربوا منها وشدوا هذاك الحنش طيبوه وكالوه. في الليل يانيش قال سميت باللي مراتو حياتي كامله غتعيش مأنبها ضميره، حيت قال داك الشيء كذوب عليا، ولكن انا نرجع لعندها ونقول لها باللي راني قدرت نهرب وباللي ما مقلق عليك ما والو. الغد ليه مع الصباح غادي يبان لهم سميت غادي غير بوحدو، جمعوا حوايجهم بالزربه وتبعوه حتى وصلوا لواحد الواد شربوا منه وكملوا طريقهم. ومن بعد ناضوا قاطعوا الحدود ووصلوا للتيبيت. جلسوا يتسارحوا. جا واحد الراجل من التيبيت قدام عرض عليهم في دارو، والجد ديال هذيك العائله بدا كيوصل لهم في الطريق لجبال الهيمالايا، وقال لهم باللي راه دابا واعر عليكم الحال بزاف باش تمشيو لجبال الهيمالايا بسبب الجو والثلج اللي كاين، وعرض عليهم باش يبقاو لعنده 3 شهور حتى يفوت فصل الشتاء ويكملوا طريقهم. كلهم بغاو الا يانيش اللي الغد فاق وشد طريقه بوحدو، ولكن صحابو شافوه وتبعوه. من بعد وصلوا للهند للاهل ديالها ورحبوا بهم بزاف وفرحوا بهم. وهنا سالا فيلمنا اليوم، وما تنساوش ديروا جيمو ابوني وتخلوا لنا شي كومونتير زوين. تهلاو ليا في راسكم حتى الفيلم جديد ان شاء الله.